السلام عليكم، حياكم الله في فيديو جديد، ورجعنا لكم مع الفورد الشيخ. له مدة يحتر إذا شغلت مكيف طبعا. فبروح محل الراديترات، نبي نشيك على الاديتر، نبي نشيك على طبته. برضه بنسوي تنظيف دايرة التبريد، وهو يفضل انك تسويها كل سنتين. انا من شريته من 2021 تقريبا 2020 ما سويت له التنظيف. فبنطلع محل الاديترات، نبي نشيك على الطبة، نبي نشيك على الاديتر نفسه، بنسيخه، واخر شيء نبي نسوي تنظيف دائرة التبريد، وباذن الله نبي نفتك من مشكلة الحرارة. اترككم مع الفيديو. طيب وطلعت عندي المشكلة من الراديتر. عندي الطبة منكسرة، ولكن بعد الراديتر ملحم اكثر من تلحيم، فما ينفع معه التسييخ. فاضطرينا ان نبدله، وخذيت واحد ب400 ريال وبنركبها الحين معكم. فالحين قاعدين نفككم مثل ما تشوفون، قاعدين نبدأ بالقربة، وبعدين ان شاء الله بنفك المراوح والراديتر. طيب مثل ما تشوفون فكينا القربة، كان لها لي من تحت ولي مع الجنب، وهذه طلعناها. وهنا قاعدين نفك المراوح. طبعا هي تجي سوا بجرمها نفسه، فبنطلعها وبعدها ان شاء الله على طول الراديتر. كيف يطلع الراديتر؟ شوف، ومثل ما تشوفون الحين بنفضي الموية اللي في الليات باقية، عشان حارة قاعد يدفع بالسكروب، فإن شاء الله إن اللي ما جاي شيء. طيب وهذا الراديتر الجديد طبعا مستعمل، أخذته ب400 ريال. طباته زينة، حقت وكالة الراديتر كامل أصلا وكالة، ولا أدري ليش راعيه بدله. ما أشوف فيها أي شيء، في ضربات بسيطة وتعدلت، لكن مثل ما تشوفون يعني الفورد طباته تجي جانبية، واحدة يمين واحدة يسار، وطبات وكالته، فما أدري ليش بدلها الرجال. لكن راديتر ب400، والموية خذيتها ب10 ريال، خذيت 3. فبنركب الجهاز الحين عشان نغسل دائرة التبريد، وبعدها نعبي الموية إن شاء الله. طيب وهذه القربة قاعدين نطبقها. طبعا غسلناها أكثر من مرة وطلع منها شيء ما يتصدق، لكن لونها مو براضي يتغير، فما عليه، ما احنا بدلينها حاليا. نظفناها أمورها زينة، بنركبها إن شاء الله مثل ما قلت، لي من تحت ولي مع الجنب. طيب واخيرا جاء وقت تركيب الجهاز حق تنظيف الماكينة اللي هو دائرة التبريد. طبعا ركبنا اللي يطلع من الراديتر للماكينة، ركبنا فيها الجهاز، واللي يطلع من الماكينة الرجيع لا، نزلناه في الأرض عشان تطلع الموية. فالموية ما راح تنقطع عن الماكينة ولا راح تسبب مشاكل، فنبي نشغلها إن شاء الله ويطلع كل شيء في دائرة التبريد. فهذه مثل ما تشوفون لي على برا ولي على الماكينة. طيب وهنا آخر علبة نصبها، هذه ثالث علبة تقريبا. 2 شربها على طول على عافية، لكن أتوقع لأن حتى الماكينة ما فيها موية، سبة الغسيل فضينا كل شيء، فقاعدين الحين نصب فيه موية، وبإذن الله أنه بيشربها بالعافية، ولا عاد إحنا بشايفين حرارة ولا شيء. طيب شغلت السيارة عشان البلف يفتح والموية تمشي في مجراها كامل، اللي هو دائرة التبريد نفسها. فلو نقص شيء نزيده، وثاني يوم إن شاء الله بنشيك، لو لقينا ناقص نزيده عشان يطلع الهواء. طيب هنا أخوي كان مداوم على السيارة بعد يومين من تنظيف الراديتر، فطلع عندنا مشكلة، طفى عداد الزيت مثل ما تشوفون، وطلع عندي صوت في الماكينة. طيب وهذا الصوت اللي طلع معنا، المشكلة إن الصوت في الماكينة، قاعد يقولون لنا إن الماكينة ودعت، نقول إن شاء الله إنها ما ودعت. فنبي ننظف السيارة لين تفتح الورش، ونبي نمرها إن شاء الله على بكرة، لأن الحين آخر الليل فما في ورشة، فمثل ما تسمعون والله يجيب لهم. طيب مثل ما شفت الصوت اللي طالع معنا في السيارة وضغط الزيت ينزل، فبنوقف السيارة، طفيت الموتر الحين، وبكرة إن شاء الله بطلع أغير زيت، وإن شاء الله أن المشكلة تروح. أنا أتوقع أنها يطرمبة زيت أو في مشكلة، بس نبي نتأكد. إن راحت بعد تغيير الزيت فالأمور إن شاء الله أنها زينة، وإن ما راحت راح يعوض. طيب هذا محلول قاعد أضيفه على الزيت القديم عشان ينظف الماكينة، وإن شاء الله أنه بعده بغير الزيت وبيروح الصوت. طبعا السيارة أنا يوم أرجع أشغلها بعد وقت يروح الصوت، لكن من يطفي العداد ترجع المشكلة. فهذا إن شاء الله واحد من الحلول، هذا يمدحونه. نبي نصب على الماكينة، نشغل السيارة شوي إن شاء الله. طيب الحين بعد ما أضفنا له المعالج نبي نشغل السيارة علشان الزيت، عشان المعالج يختلط مع الزيت،
ولو في شيء ان شاء الله انه ينحل، وعقبها على طول نبي نغير الزيت. والحين مثل ما تسمعون الموتر اشتغالته زينة، صوته صافي، ما في اي صوت، ما في اي مشاكل. لكن من ينزل الضغط اللي هو ضغط الزيت العداد نفسه، من ينزل على طول ترجع المشكلة ويرجع الصوت القوي. فنبي نتماكن المشكلة من بدري. ممكن الزيت مغشوش، ممكن المشكلة في الطرمبة، فبنشوف. طيب وبعد حول الشهر نبي نروح نتأكد من الصوت اللي يطلع في الماكينة، وليه ضغط الزيت فجأة يطفي العداد نفسه. إذا طفى طلع الصوت، وإذا اشتغل أموره زينة. فأنا بقول طرمبة ماكينة، طرمبة الزيت، وأنا بقول لا. فبنروح نتأكد الحين في صوت أصلا ولا أذانينا فيها شيء. طيب وقفناه في الحبرة بعد عشان نشيك على عضلاته، لأن غيرنا نبي نتأكد سليمة ولا لا. طيب وش طلع فيه مشكلة؟ الصوت أنا يوم غيرت الزيت راح اللهم لك الحمد، لكن قلت تطمن أكثر على الموتر. فالمشكلة اللي طلعت كانت من السيفون اللي قبل، يقول إنه ينسد ما دام يطلع الصوت، معناته المشكلة كانت في السيفون. فكذا نقول اللهم لك الحمد الماكينة سليمة. باقي عندنا بس أهم حاجة الجير، لأنه يفوت بزيادة، يالله يعشق أحيانا. فباقي فيه عمر شوي، وباقي مثل ما تشوفون البدي، وإن شاء الله أننا بنشتغل على البدي وممكن الجير سوا. فإلى هنا وصلنا معكم إلى نهاية الفيديو. لا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب، والسلام عليكم.